اختفى ورجع بعد 7 سنين جثة متحنطة. في سنة 2009 راجل ألماني اسمه مانفريد ركب اليخت بتاعه وطلع على البحر لوحده من غير ما ياخد حد معاه وبس، واختفى بعدها وما حدش سمع عنه حاجة، لا رسالة ولا استغاثة ولا الهوا، ومفيش أي أثر ليه، والناس قالت خلاص غرق واللي كان. تعدي سنة في التانية والأمور ماشية، واحد غرق والعالم ماشي مكمل طريقه عادي. بس اللي يحصل بعد 7 سنين وفي 2016 صيادين في الفلبين شافوا يخته تايه في البحر. طبعا راحوا ناحية اليخت وطلعوا عليه ودخلوا الكابينة، وهنا كانت الصدمة بتاعتهم. لقوا مانفريد قاعد على الترابيزة وقدامه جهاز الاتصال وإيده جنبه كأنه كان بيطلب المساعدة ومات في نص اللحظة. الأغرب مش في الحتة دي، الأغرب إن جسمه كان محفوظ زي ما هو، زي الموميا كده، مش متحلل ولا أي حاجة حصلت له. من ناحية موته الدكاترة قالوا غالبا جات له جلطة مفاجئة وهو لوحده وما لحقش ينقذ نفسه. من ناحية التحنيط بقى قال لك الكابينة الحارة والهواء المالح حولوا جسمه لتحنيط طبيعي. وفي الآخر بنت مانفريد سافرت تستلم جثة أبوها بعد 7 سنين غياب. وبس كده، معلومات بسيطة في الكثير. لو استفدت تنساش لايك والشير، واستناني في اللي جاي.